السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم مرآة البحر الأندلسية. اليوم جيت لكم بواحد الوصفة اللي غادي تهنيكم من المخاط ديال الصدر ولا من الكحة، وغتقوي لكم المناعة في نفس الوقت. الخلطة ديالنا ولا السيرو ديالنا المنزلي، عندنا نصف كأس زيت الزيتون، نصف كأس الماء، 3 دروس ديال الثومه، 3 الحبات ديال القرنفل، ورقه حتى 2 ورقات ديال ورق سيدنا موسى، ورق الغار، وعندنا شويه الزعفران الحور والقرنفل كيبقى اختياري، يعني اللي عنده غادي يدير، اللي ما عندوش يكتفي غير بالثومه وورق الغار والزيت والماء. كنطيبو حتى كيطبخ داك الماء تقريبا، يعني وكطيب لنا ديك الثومه. بغينا نصفيوه بلا ما نطحنوه غنصفيوه، بغينا نطحنو كلشي باش نستافدوا من دوك المكونات اللي درنا اكثر، غنطحنو كلشي عاد غنصفيوه كما انا درت. طحنت كلشي ملي طحنت كلشي غنجيب الصفايه غنصفي المشروب ديالنا ولا السيرو ديالنا. صدقوني هاد الوصفه هذه عن تجربه، يعني كتحيد كاع المخاط ولا كما كنقولوا حنا بالدارجه المغربيه داك التنخيمه اللي كتكون عندك في الصدر ديالك، كتخرجها ليك. والصراحه واحد الوصفه زوينه بالنسبه تصلح للدراري الصغار ولا الكبار، وتصلح لينا في هذا الخريف هذا، تقوي لنا المناعه ديالنا وما عندها حتى شي اضرار جانبيه. من بعد ملي غادي نصفيوها غنجيبوا واحد المعلقه ديال العسل يكون حر، اللي ما عنده العسل يقدر يتناولها بلا ما تكون حلوه، يقدر يتناولها بلا عسل، لكن الا كان العسل الصراحه غيعطي المفعول اكثر. غنخلطو مزيان العسل في داك الخليط ولا في داك المشروب حتى كيتجانس لينا العسل مزيان. وها الوصفه ديالنا واجده، يعني يتناولها الصغير والكبير. ونتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها، لاني قلت لكم عن تجربه، يعني ماشي راه جربتها انايا في ولادي وفي راسي، الحمد لله كعطات نتيجه هائله.